السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ سلسلة عن علاج التهاب الجفن المزمن، سلسلة عن أبرز مرض بيسبب جفاف عين وتبخر في الدموع ونقص في الإفراز الدهني، وبيمثل عامل أساسي في جفاف العين. أغلب حالات جفاف العين عندها تبخر في الدموع بسبب نقص الجزء الدهني، بسبب التهاب طرف الجفن وخلل في الغدة بتاعت ميبوميون جلاند. وعشان نتكلم عن الموضوع كعلاج، احنا اتكلمنا عليه قبل كده كمرض وشرحته لحضراتكم، وهسيب لكم رابط الفيديو في الوصف وهيطلع لكم في الشاشة فوق دلوقتي عشان تعرفوا المرض ده بيعمل ايه بالظبط. النهارده هنتكلم عن العلاج وخطوات العلاج بالتفصيل، وايه الحاجات المنزلية اللي احنا نقدر نعملها. والعلاج بتاعنا هيشمل كذا حاجة. اول حاجة هيشمل العلاج بالكمادات او العلاج بالتسخين. تاني حاجة العلاجات الدوائية. تالت حاجة تنظيف الجفن. رابع حاجة العلاجات الغذائية، اخد ايه في الدواء والحاجات اللي انا اخدها. خامس حاجة جلسات تنظيف الجفن. وسادس حاجة ممكن نبقى نعمل نصايح عامة للمرضى اللي عندهم التهاب جفن مزمن. واحد هيقول لي يعني الموضوع فيه كلام كتير قوي، هو ليه الموضوع معقد كده؟ ايوه، اقول له التهاب الجفن المزمن موضوع كومبلكس، موضوع معقد، مش حاجة واحدة سببت الموضوع. دي حاجات قعدت تحصل وقعدت تحصل على مدار أيام وأسابيع بل وشهور في عينك قبل ما تبدأ أنت تشتكي. مواضيع فيها هرمونات، على التهابات مزمنة، على مشاكل، على قلة نظافة للجفن، على استخدامنا الكتير والمفرط للأجهزة الإلكترونية. مشاكل كتيرة جدا أدت إن الموضوع ده يحصل. فما فيش علاج سحري للأسف هاخده حاجة واحدة كده هاخدها هتخففني من الموضوع. كمان العلاجات بتاعتنا بنسميها ستيب وايز ابروتش او علاج متدرج. يعني انا مش هيجي لي واحد هقول له خش اعمل الجلسات على طول، لا، ده انا لازم الاول انضف الجفن واعمل كمادات دافيه، اظبط العلاج بتاعي، وبعد كده لو ما استجبتش هوصل في الاخر للموضوع بتاع الجلسات او العلاجات الحديثه. الحاجة الأخيرة إن إحنا الموضوع بتاعنا ده يعني مش كل الناس هتستجيب لنفس العلاجات. في ناس هتستجيب لعلاج وفي ناس هتستجيب لعلاج تاني، عشان كده إحنا بنسميها باي ترايل أند ايرور. دي كانت مقدمة للموضوع بتاعنا. وصعوبته بتتمثل ان انا بعالج مشكلة جوه الجفن وبعالج كمان اعراض. يعني في واحد يعني حسن الحظ قوي، سعيد الحظ، هيجي لي اكشف عليه كده الاقي عنده هيجي له بداية التهاب جفن مزمن. البدايات باينة اهي، البشاير باينة اهي، فهعالجه حتى وهو ما عندوش اعراض. هقول له الموضوع ده هتتعذب بعد 5 سنين، فانا هعالجك من دلوقتي. دي كده كانت مقدمة، وهنبدأ في أول حاجة وهو تنظيف الجفن وإزاي أنظف الجفن والرموش بتاعتي وإيه أهمية الموضوع ده. جاهزين؟ يلا بينا نروح للفيديو بتاع تنظيف الجفن. مع السلامة.